واوعى تدي امان لملك الموت. ملك الموت هيجي لك في وقت انت لا تتوقعه، وهيجي لك في مكان انت لا تتوقعه، هيجي لك فجأة دون علمك. اوعى تحط في دماغك ان الموت هيجي يستاذنك ولا يخبط على بابك، لا يابا، الموت هيجي لك في الوقت اللي انت ما تتوقعش ان انت هتموت فيه. دي بقى اصعب حاجه هتبقى من الموضوع. روح التراب، تصلوا على الميت، لو نروح التراب ندفنه انسان، تلاقي اعز اصدقائه واقف بره وبيشرب سجاير. انت جاي معاك ازاي؟ هو انت واقف بتفكر في ايه؟ احنا بندفن صاحبك ولا ابوك ولا امك ولا اعز اصدقائك؟ انت جاي معاك ازاي؟ يعني انت واقف بتشرب سيجاره واحنا بندفن، وانت بتفكر في ايه في الوقت ده؟ يعني انت وانت واقف كده واحنا بنفكره بندفن ميت، انا المفروض افكر في ايه؟ المفروض افكر انا في يوم من الايام انا اللي اتشلت واتوتت في الارض. ده الموعظه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا فزوروها فانها تذكركم من اخره. في وقت الميت انت واقف بتحط نفسك مكان الميت، وانت دلوقتي لو مت تقول لنفسك: انا لو انا اللي مت دلوقتي واتدفنت عليا مظالم، طب انا عامل ايه مع ربنا؟ طب انا فرطت في ايه؟ طب انا عليا ديون؟ طب انا ده تقعد تفكر في كده. تفكر لو انت اللي اتحطيت في القبر ده خلصانه معاك بره، ولا الدنيا معاك عامله ايه؟ ولا في ناس هتطالبك يوم القيامه بفلوس وديون وسباب وشتيمه وزنا وليله كبيره. تطهرت نفسك وخلصت نفسك وخلصت ديونك وخلصت المظالم اللي عليك، ولا جاي واقف بيشرب سيجاره اهو؟ تشرب سيجاره بتفكر في ايه؟ طيب انت واقف بتفكر في ايه؟ يعني انت بتدفن صاحبك بتفكر في ايه لما انت واقف بتشرب سيجاره؟ انت لا بتذكر ربنا ولا بتذكر الاخره ولا فاكر الموت ولا فاكر حاجه خالص. فوق وخاف، واوعى تدي امان للدنيا، واوعى تدي امان لملك الموت. ملك الموت هيجي لك في وقت انت لا تتوقعه، وهيجي لك في مكان انت لا تتوقعه، هيجي لك فجأة دون علمك. اوعى تحط في دماغك ان الموت هيجي يستاذنك ولا يخبط على بابك، لا يابا، الموت هيجي لك في الوقت اللي انت ما تتوقعش ان انت هتموت فيه. دي بقى اصعب حاجه هتبقى من الموضوع. فوق نفسك واوعى تدي امان لنفسك. نفسك نفسها اماره بالسوء، بتحب الراحه